السلام عليكم الحباب، لاباس عليكم؟ هاد الفيديو هذا درتو بصفتي مديرة اعمال الفنانة الكبيرة نجاة عتابو. هاد الفيديو بغيت نشرح للناس ونوضح لهم شنو وقع بالنسبة للموازين. الموازين هاد العام تنظيم ناقص بزاف 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 وما عنده حتى شي علاقة بالاعوام اللي دازو قبله. اولا، كيف يعقل ان مدام نجاة عندها سهرة لو 22 جوان اللي هو البارح، وانتوما كدوزو في التلفازه نجاة عتابو غتكون في موازين نهار 23؟ كيف يعقل؟ هذا راه غلط فادح فادح فادح، ما يمكنش، راه لي ديبيوطون ما كيديروش غلط بحال هكا. كيف يعقل؟ الفنانه اللي دازو قبل منها السهره ديالهم دازت لايف في التلفازه، هي ما دوزوش السهره لايف، وحنا سانوبوز اوك بروبليم، راه ما كاين حتى شي مشكل عادي. ولكن من غادي تحطوا اشهار في التلفازه كيدوز، على الاقل كتبوا اعاده سهره موازين للفنانه نجاة عتابو، ماشي تدوزوا اشهار على اساس راه هي غادي تكون نهار 23 وانتم حطيتوا لافيش انها غادي تكون نهار 22 اللي هو البارح. حاجه اخرى، لافيش امتى تحطات حتى بقى النهار للسهره، تحطات 24 ساعه قبل السهره. فين عمركم شفتوا هادي؟ واش كاين شي مهرجان كيجيب شي فنان وكيحط لافيش كيعلم الجمهور ان هذا الفنان جاي ليله قبل؟ ما عمري ما شفتها، ما عمري ما شفت هادشي هذا. كنخدموا مع دي زورغانيزاتور اللي كيكونوا فريمون يلاه بادين وكنشجعوا معاهم اي اون لي بوست وكنكونوا افون معاهم، والتنظيم كيكون على بيرفيكسيون. كيف يعقل ان مهرجان عنده 20 عام الدوره 20 ديالو هادي ويديروا اغلاط بحال هكا؟ الناس اللي كيجيريو لي ريزو سوسيو ديال الموازين فريمون سوي بروفيسيونيل، حيت راه فو نو ليت با دو تو. راه كارثه ان ارتيست عنده سهره اليوم وانتم تعلموا للناس البارح ليله قبل. حشومه انكم باقيين لحد الان البراني كتكبروا به لواحد الدرجه خياليه، وحنا المغاربه باغيين تدقدقونا وباغيين تهرسونا في بلادنا. كيف يعقل؟ كومون سا سفي ان مثلا كيكون فنان مغربي وكيكون فنان مثلا اجنبي، والفنان المغربي كيخسروا عليه ستوري ولا جوج فقط، والفنانين الاخرين 18 ستوري، مع كل فنان 18 ستوري. اش كديروا بحال هكا؟ تعاملوا بواحد الطريقه اللي هي داكشي ايغاليتي. حطيت 4 ديال ستوري لهذا الفنان المغربي، حط 4 لهذا الفنان هذا الاجنبي فقط. هادشي المطلوب، ما تحقروش، لان اون فان كونط على طول العام راه الفنانين المغاربه اللي كيوقفوا في المهرجانات وكيهزوا البلاد اللي كيفرحوا الناس باغتو، ماشي الاخرين. والاخرين اللي كتكبروا بهم فاش كيجيو ما كيرضاوش يهزوا الرايه، ما كيرضاوش حتى ما كيعطيوكمش وقت. علاش كديروا هكا؟ بوركوا؟ سي فو. فالجمهور ديال مدام نجاة عتابو، حنا كنعتذروا لكم بزاف الناس اللي كيسحب لهم انها اليوم عاد غادي تكون في الموازين، هي راه دازت البارح. وسمحوا لينا، راه هما اللي منهم الغلط ماشي حنايا، هما اللي دوزوا في التلفازه انها غتكون 23 وحاطين في لي ريزو سوسيو لافيش فيها 22 كيف ما شرحت لكم. الموضوع ماشي بيدينا حنايا، كنعتذروا لكم، سمحوا لينا بزاف الناس اللي ما كانوش سايقين الخبار واللي كانوا بغاو يجيو، ان شاء الله في شي فرصه اخرى باذن الله. وحاجه اخرى، انا السيمانه هذه باش علمت الاداره الموازين قلت لهم راه مادام نجاة عتابو راه ما غاديش دير ندوه الصحفيه. علاش؟ لانها اونشينات الخدمه وكانت محتاجه للراحه واحد شويه باش ان لو شو ديالها يدوز زوين، فما كانش بامكان لها انها تجي للندوه الصحفيه، لان كنا عاد جينا من فرنسا. الناس اللي متبعينا عارفين البروغرام ديالنا وداكشي. فعلمتهم سيمانه هذه. علاش علمتهم سيمانه هذه؟ احتراما للصحافه، باش هاد الصحافه هادو ديالنا اللي عوالين يجيو للندوه الصحفيه ماشي يجيو وفي الاخر يقولوا حق نجاة خوات بينا ما بغاتش تجي تعطينا التصريح، راه ما علماتناش انها ما جاياش وخلاونا جينا ضربنا الطريق. نو، انا من هذا المنبر كنقول لجميع الصحافه المغربيه اللي كانت حاضره، حنا علمناهم انها ما غاديش دير الندوه. فانا عارفه ان وصلكم واحد الميل البارح، والبارح بالليل وصلكم الميل كيقول لكم غدا راه نجاة غادي تكون في الندوه الصحفيه مع الجوج. هادشي هذا ما كاينش، احنا علمناهم قبل باش يعلموكم باش ما تعذبوش وتضربوا الطريق على والو. احتراما لكم علمناهم وما وصلوش لكم لو ميساج مع الاسف، سكي با بروفيسيونيل اونكور اون فوا. وحاجه اخرى اللي هو التعطال. مهرجان بهذا الحجم هذا خاص يكون ستريكت، خاص تكون الامور مضبوطه.
الفنان غيطلع مع 9:30 خصو يطلع مع 9:30. الفنان غادي يسالي مع 10:30 خصو يسالي مع 10:30. الا شي فنان ما احترمش الوقت ديالو خاص تكون اون سانكسيون. الا ما دارتش لا سانكسيون سوغ بلاص، كاينه واحد الحاجه اللي هي السيده اللي كتقدم تطلع الخشبه وتقول ليه تبارك الله عليك، يشوفوا يديروا شي حل ويحبسوا هذاك الفنان باش يكون احترام للفنان اللي معاه في ديك لاسين. حيت راه حشومه منين ما كنحترموش واحد الكونديكتور اللي عندنا، راه كنكونوا ما كنحترموش حتى داك الجمهور اللي واقف. على هذوك الناس جالسين فوق الكراسي، راه جالسين واقفين في الرمله مساكين من 8 د العشيه هما واقفين كيتسناو باش يشوفوا واحد الارتيست معين، وهذاك الارتيست ماشي بيديه، ما كيتحرج، ما كيلقى ما يقول للناس. علاش؟ حيت ما ضابطيش الامور ديال الوقت. حشومه، فريمون حشومه. فعافاكم هادشي هذا راه ما خصوش يتكرر، فريمون حتى سي كاتاستروفيك. فهذا اخر فيديو غادي نحط. كانوا 4 ديال الاغلاط. اولا باختصار ما علمتوش الصحافه وخليتوهم في بالهم غادي يقولوا غير نجاة تعتبوا خوات بهم، الوغ كو سي فو. انا سيمانه باش علمتكم انها ما غاديرش ندوه صحفيه، ما وصلتوش لهم الميساج. ثاني حاجه تعطل، هذاك الجمهور بحال ما محترمينوش. الناس مساكن واقفين حتى غيطيبوا لهم الرجلين في الرمله وباغيين غير يفرحوا ويبدلوا الجو ويفوجوا على قلبهم. ما كتعلموهمش ان الفنان ما غيطلعش هذا الوقت، ولا ها امتى غيطلع، ولا راه معطل، ما كتعلموش. فبحال ما كتحترموش داك البوبليك اللي جا. حشومه. ثالث حاجه اللي هي ان لافيش تحطات حتى الليله قبل السهره، هاد حكا راه غدا كاينه نجاة. حتى شي راجل ما كيدير القضيه دي في العالم، ما عمري ما شفت هادشي. ورابع حاجه اللي هو كذبتوا. غنقول كذبتوا، سمحوا لي على لو تيرم، ولكن كذبتوا، لان كتقولوا في التلفازه نجاة غتكون نهار 23 اللي هو اليوم، وهي دازت البارح. لا موندغ دي شوز كان خصكم تكتبوا في التلفازه اعاده سهره نجاة عتابو، باش الناس ما يسحبش لهم هي راه بصح راه كاينه نهار 23، حيت السهرات اللي دازوا قبل دازوا لايف. دونك بالنسبه لهم راه صافي السهره ديالها راه اليوم راه لايف في التلفازه، راه مباشره، لان راه بصح كاينه في اليوم وهي ما كايناش، هي السهره ديالها دازت، وهي الوحيده اللي ما دوزتوش السهره ديالها لايف. فحشومه، فريمون حشومه. وانا ابار دو سابوتاج والتهراس، انا انكم باغيين تهرسوا هذه الفنانه هذه، ابار دو سابوتاج ما لقيت حتى شي تفسير اخر للموضوع صراحه الله. حتى هذا سي دو سابوتاج، ما عنده حتى شي معنى اخر، ديال انك كتحط واحد الدعايه كاذبه في التلفازه، بحال كتقول للناس بحال كتقولوا للناس ما تمشيوش، حنا راه كنضحكوا عليكم. ومع ذلك البارح كان الجمهور خيالي تبارك الله، كان الجمهور خيالي، ولكن ماشي الجمهور ديالها. ولا بخاس عارفين مزيان ان الجمهور اللي كتجيب هي في موازين كتجيب جمهور اللي هو خطير جدا رائع، يعني كيجيوها الاسر والعائلات والعيالات الكبار اللي كيبغيوها وصف الامور. ملي غنقول لكم هي ماشي شي فنانه اللي الله باديه تبارك الله، راه كاغيا قدهاش وما بقى قد ما فات في لو دومين، اون فا دير لي شوز تيل كيل سون. دونك حشومه هادشي اللي يدار بهاد الطريقه هادي، حشومه. وفنانه مغربيه، حنا مغاربه خصنا نساندو بعضياتنا ونهزو ببعضياتنا ونعطيو القيمه لبعضياتنا. تطيحوا بالمغاربه وتهزوا بالبراني. اللي خاسر عليكم غير السلام عليكم، شكرا تحياتي، مع السلامه. فروا مشوا بحالو. كيف قلت لكم ما كيعطيكم لا وقت، لا قيمه لا حتى شي حاجه، ساشون كو موازين مهرجان انترناسيونال مفخره لبلادنا. حشومه.